بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جدكم بوصفة سباغيتي الفريدو بطريقتي الخاصة. اول حاجه درت الماء يغلي وزدت عليه كي غلالي درت عليه شويه زيت وزدت السباغيتي تاعي خليتها تغلي. انا ما كانش عندي لاكريم ليكيد في الدار، يبقى حضرتها تحضير منزلي. اول حاجه درت الحليب، درت 2 كيسان حليب، زدت معاهم غرف ونص تاع مايزينا ماشي معمرين بزاف، غرف نورمال. خلطتها مليح، خليتها حتى كي ذابت مليح مزيانه مع الحليب. ذوبتها مليح قبل ما نحطها فوق النار، وبعد حطيتها فوق النار كي ثقالت لي شويه نحيتها وزدت عليها شويه زبده وشويه مارغرين. انا كانت عندي زبده الراعي بها درت منها شويه. كي ذابت شويه زدت عليها فرomاج، درت 2 حبات تاع فرomاج بورسيون، وزدت عليهم بواط تاع فرماج ريجيم، ومن بعد ضربتهم كامل بالبغا. كي طابت السباغيتي تاعي قطرتها وخليتها بجي باسكو هذاك الماء تاعها نحتاجو من بعد نخدم به. حكمت السطر تاع الدجاج، قطعته شرائح وديت منه شويه بتي مورسو حطيتهم اكوتي. الشرائح هذوك اللي كبار هذو درت عليهم تبلتهم، درت عليهم فلفل كحل، توابل الدجاج، وزدت عليهم الثوم، عصره تاع قارص، ونسيت ندخل فيهم هذيك التتبيله هذيك مليح وحطيتهم اكوتي. بعد ديت مقله درت فيها شويه تاع الزيت ماشي بزاف، شويه برك اساس ما نقلي الدجاج تاعي. قليت الدجاج تاعي لي مورسو تاع الدجاج حمرتهم من جهتين، ومن بعدها نحيتهم حطيتهم اكوتي، ورحت خديت شويه تاع الدجاج اللي قطعتهم مربعات صغيره حطيته في نفس المقله اللي قليت فيها هذوك لي مورسو تاع الدجاج وقليته مليح. درت لهم الثوم، زدت لهم التوابل درت فلفل كحل وتوابل الدجاج طبعا كما درت لي مورسو تاع الدجاج اللي من قبل، وقليتهم. ومن بعد كي تقلاو لي مليح زدت بغرف تاع زبده باش تطلق لي البنه، وزدت عليهم هذيك لاكريم ليكيد صنع منزلي، فرغت عليها خلطتهم مليح. كي ندمجوا لي المكونات زدت عليهم شويه الماء تاع سباغيتي اللي كنت مخليته اكوتي، زدته معاهم باش تخفف لي شويه لاكريم. خليتهم طبخوا شويه مع بعض، زدت لهم فلفل كحل، شويه تاع الملح، وحطيتهم. انا درت كونتيتي كبيره تاع سباغيتي على بيه بقله هذيك اللي كان فيها لاصوص بلونش، هي اللي فرغتها فوق سباغيتي تاعي. ومن بعد كي شربت لي هذيك لاصوص نشفت لي شويه، عاودت رجعتها في المقله. كي طابت لي لاصوص تاعي زدت عليها رشه تاع المعدنوس، كملت الطياب تاعها، ومن بعد حطيتها في طبق التقديم. وهذه النتيجه النهائيه. انا زينته بشويه كامونبير وشويه صوص تاع صويا، نتمنى انكم تجربوها.